السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ومرحبا بكم من جديد في القناه، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكيكه التركيه المعروفه تريليتشي او الكيكه بالحليب والكراميل. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء. وبلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا المقادير ديال هاد الوصفه. عندي هنايا كاس ونصف ديال الدقيق الابيض اللي تيكون نوعيه جيده، كاس مملوء ديال السكر، عندي هنا 6 ديال البيضات، فرقت البياض على الصفار، وضروري البيض يكون بدرجه حراره الغرفه، وعندي هنا واحد الفاني وواحد الساشي ديال الخميره. هنا كنعتذر تقطع ليا الفيديو هذا المقطع. المهم كناخذوا البياض ديال البيض وكنطلعوه مزيان مع قبيصه ديال الملح وكميه قليله من داك السكر اللي عندنا، يعني كاس ديال السكر كناخذوا واحد نصف منه كنطلعوه مع بياض ديال البيض، وكنحتفظوا بهذا الخليط جانبا. بالنسبه ملي كنطلعوا البيض يعني كنطلعوه حتى كيصبح لينا بحال الثلج، يعني كما كيبان لكم في الفيديو. بالنسبه للصفار ديال البيض كناخذوه كنوضعوه في البول مع الكميه المتبقيه مع السكر، وكنطلعوا مع شويه ديال الملح والفاني، وكما قلت لكم في الاول مع السكر، وكنطرب هاد المكونات مزيان يعني حتى كنحصلوا على الخليط اللي تيكون بيض، يعني كما غادي يبان لكم في الفيديو. صافي من بعد كنضيف الدقيق على دفعات، ضروري الدقيق تغربلوه، يعني كنضيفو على تقريبا واحد 2 دفعات، وكنضيف الدقيق ديالي شويه بشويه مع واحد الكيس ديال الخميره كيماويه من وزن 8 غرام. وضروري هاد المكونات كما قلت لكم يتغربلوا، عاد كنضيفوهم على الصفار ديال البيض، وكنغربل وكنخلط هاد المكونات مزيان يعني حتى كنحصل على هاد الخليط يعني كما كيبان لكم في الفيديو. صافي وكنضيف عليه البياض ديال البيض اللي طلعنا، ضروري حتى البياض ديال البيض نضيفوه على دفعات، يعني نضيفوا الدفعه الاولى ونعاودوا نخلطوا هاد المكونات يعني باش كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون متجانس، لان الا ضفناه دفعه واحده غادي يعذبنا، لهذا ضروري تضيفوه على 3 دفعات يعني حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي تيكون القوام ديالو متجانس يعني كما غادي يبان لكم في الفيديو. ومن الاحسن دائما نخلط بالسباتول، يعني ما نخلطوش بالفوي باش ما كنطيحوش داك البيض، كنخلطو دائما بالسباتول حركات دائريه من الاسفل للاعلى باش دغيا كينسجم لنا البياض ديال البيض مع باقي المكونات. صافي ومن بعد كناخذ واحد المول ديال الزاج. انا هنا استعملت المول اللي كيكون كبير، يعني الا جاتكم هاد الكميه هذه كبيره بزاف راه تقدروا يعني ديروا غير نصف الكميه. هنا كناخذ هاد المول هذا كنوضع فيه الورق ديال الطبخ وكندهنو بشويه ديال الزيت وكنفرغ الخليط ديالي، يعني كندير الورق ديال الطبخ باش كيسهل عليا ملي يطيب لينا الكيك يعني يزول بكل سهوله. كنحاول نبسط الخليط ديالي فوق المول يعني مزيان باش توزع لينا مزيان في المول ديالنا. صافي وكندخلوه يطيب. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ضروري الفران يكون مسخن من قبل على درجه الحراره 160، يعني الفران يكون سخون. انا كنشعل عليه من الفوق ومن التحت، تقريبا كياخذ ليا واحد يعني 30 دقيقه، يعني كل سيده وعلى حسب الفرن اللي متوفر عندها. انا تقريبا خدا ليا واحد 30 دقيقه، يعني 30 حتى ل 40 دقيقه. وكما قلت لكم في الاول الا جاتكم الكميه كبيره راه تقدروا يعني ديروا غير نصف الكميه، يعني تكتفيوا فقط بثلاثه المكونات، ولكن بالنسبه للخميره تخليو واحد الساشي ديال الخميره وباقي المكونات ديروا نصف الكميه. صافي هنا كنوزعوه مزيان وكما قلت لكم كندخلوا للفران حتى كيطيب لنا وكيتحمر. هذا هو الشكل النهائي ديالو. صافي هنا مباشره بعد ما كيطيب كنحيدو من ورق ديال الطبخ، يعني كنقلبو. لهذا قلت لكم في الاول ضروري من ورق ديال الطبخ باش كيتحيد لكم الكيك ديالكم بكل سهوله. هانتوما كما كيبان لكم كنحيد انا الورق ديال الطبخ. صافي وغادي ندوز مباشره نسقيه. بالنسبه للخليط باش غادي نسقيو هذا الكيك، عندي هنايا كاس كبير ديال الكريمه، ثلاثه الكيسان ديال الحليب، وملعقه ديال النسلي. ما توفرش عندكم ماشي ضروري،
تعوضوها بشويه ديال السكر وقشور ديال الحامض. هاد المكونات كنوضعهم على النار مزيان حتى كيسخنوا لينا مزيان، وكنفرغ هاد الخليط وهو سخون فوق الكيك يعني، وكنحاول نوضع هاد الكميه كامله صافي، وكنحتفظ بالكيك ديالي على جنب. بالنسبه للكيك ضروري يبرد، عاد غادي نحضر اولا غادي نوضع فوقه طبقه ديال الكريمه. بالنسبه لاكريم شونتي هنا عندي واحد الكاس كبير ديال الحليب و ساشي كبير ديال لا كريم شونتي. يعني داك اللي ما توفرش عندكم هذا تقدروا ديروا غير لا كريم شونتي اللي يعني اللي موجوده، مع طلعوها مع كاس كبير ديال الحليب. بالنسبه للحليب ضروري يكون بارد صافي. كنطلعوا لا كريم شونتي يعني بالطريقه العاديه بالطراب حتى كنحصلوا على واحد لا كريم شونتي اللي كتكون يعني عاقده شويه، يعني كما غادي يبان لكم في الفيديو. وبالنسبه ملي كطلع لنا لا كريم شونتي واحد الكميه كنحتفظوا بها فقط للتزيين. كناخذ واحد تقريبا واحد جهد 4 المعالق كبار ديال لا كريم شونتي ولا 5 كبار صافي، والكميه الاخرى كنوضعها فوق الكيك. كما قلت لكم في الاول ضروري الكيك يكون بارد، يعني ملي توضعوا فيه داك الخليط ديال الحليب مع الكريمه يعني تخليوه يبرد مزيان، عاد توضعوا فوقه طبقه ديال لا كريم شونتي وتحاولوا توزعوها مزيان بهذه الطريقه يعني كما كيبان لكم في الفيديو، يعني باش كتجي الخدمه ديالكم نقيه صافي. وكنوضعها مباشره في الثلاجه يعني حتى كتبرد لنا مزيان، وكندوز كنحضر الكراميل. بالنسبه للكراميل عندي هنا كاس ديال الكريمه وكاس ديال الحليب وجوج معالق كبيره ديال الزبده. بالنسبه للزبده ضروري تكون من نوعيه جيده. بالنسبه للعبار ديال الكاس راه الكاس العادي باش كنشربوا الشاي اولا الكاس ديال العنبه اللي معروف عندنا في المغرب. بالنسبه للطريقه ديال الكراميل في كاسرونه كنوضع كاس ديال السكر، كنخلي داك السكر حتى كيذوب لينا مزيان على النار اللي كتكون مهيله ما كنجهدوش عليه يعني حتى كيذوبوا دوك الحبيبات ديال السكر عفوا تماما. كنوضع عليهم كنضيف عليهم عفوا جوج معالق كبار ديال الزبده، وكنخلي ديك الزبده يعني حتى كتذوب لينا مزيان، وكنخلط بواحد الملعقه الخشبيه، وكنضيف واحد القبيصه ديال الملحه يعني باش كنحصلوا على داك الكراميل بوغصالي صافي. وكنخلط هاد المكونات وكنضيف الكريمه ديالي على دفعات يعني باش ما كتحجرش ليا، وفي حاله كاع تحجرات لكم راه كتنقصوا على النار وكتخليوها حتى كتذوب مزيان. كنضيف الكريمه ديالي وكنخلط يعني حتى كنحصل على واحد الكراميل يعني كما غادي يبان لكم في الفيديو صراحه كيجي لذيذ بزاف صافي. وغادي نطفي على هذا الكراميل وغادي نخليه يبرد مزيان. ضروري تخليو الكراميل ديالكم يبرد، لان لو ضعتوه سخون فوق الكيكه غادي يخسر لكم المنظر ديالها يعني حتى تقيسوه بالاصبع ديالكم وتلقاوه بارد عاد كتضيفوه فوق لا كريم شونتي اللي حضرنا معكم. هذا الكراميل تقدروا تستعملوه في اي حاجه سواء التزيين ديال الكيك اولا في الصابلي يعني كيجي صراحه لذيذ بزاف صافي. وغادي نيطالي مزيان هذاك الكراميل فوق لا كريم شونتي، وغادي نزين بديك لا كريم شونتي اللي احتفظت بها من قبل. كنوضعها في شي بوش وكندير بها خطوط يعني بهذه الطريقه يعني كما غادي يبان لكم في الفيديو، وكنزين بشي سكين اولا بشي عود ديال المطبخ باش كنحصل على داك الشكل المعتاد ديال الملفي فقط غير للتزيين. صراحه كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم لان كتستحق فعلا التجربه، كتجي لذيذه بزاف. وصراحه راه هاد الكيكه عائليه كتخرج ليا واحد الكميه اللي هي كثيره، والاهم انها لذيذه ما تشبعوش منها غير جربوها. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء وتشتركوا في القناه ديالي والى فيديوهات مقبله ان شاء الله.